اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات المراجعه العقاريه. تفتكر فين تلاقي في مصر مشروع سكني عامل زي اوروبا او قطعه من اوروبا وكمان قطعه من اسيا في مكان واحد بس على ارض مصريه؟ مش كومباوند وخلاص، لكن مفهوم جديد للرفاهيه في غرب القاهره ظهر وقلب الموازين. لا هو مشروع ضخم ولا هو مشروع برضه زحمه، وهو كومباوند مش مكرر كتير جوه القاهره، مشروع معمول له هويه بستايل الاسكندنافي وكمان الستايل جابانيز هارموني، بس موقع او لوكيشن ايجيبشن لوكيشن ذهبي جدا. النهارده هنتكلم عن مشروع مهم وهو هيلز اوف وان. هيلز اوف وان مشروع ضخم جدا عامل ضجه كبيره، ولكن لسه ظهر جديد في 2025. مين الشركه اللي وراه؟ مين السي او الرئيس التنفيذي للشركه؟ لو عايزين تعرفوا اكتر خليكم معانا، ولكن قبل ما نبدا خلينا افكركم ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكربشن الفيديو لو عايزين تتواصلوا معانا عشان تستفسروا على اي مشروع من مشروعات المراجعه العقاريه، او حتى تتواصلوا مع اي ضيف من حلقات البودكاست. تقدروا ان انتوا تسيبوا لنا رقمكم بخلال 24 ساعه، حد من الفريق هيكلمكم عشان تقدروا تستفسروا وتعرفوا اكتر عن المشروعات اللي موجوده عندنا على القناه. نرجع تاني لمشروع هيلز اوف وان. اولا، هل السعر مقابل القيمه فعلا حقيقي ولا مش حقيقي؟ ايه اللي الناس بتشتكي منه وايه اللي محدش بيكتب عنه عن المشروع ده؟ الفيديو ده مش بيع، ولكن هو تحليل كامل لمشروع هيلز اوف وان عشان نعرف حقيقته وهل نقدر نشتري فيه ولا ما نشتريش فيه. لو بتدور على بيت يجمع ما بين الاناقه في التصميم والخصوصيه وكمان الراحه ومجرد استثمار حلو وفي مكانه، يبقى احنا بنتكلم عن الحكايه بتاعه هيلز اوف وان. هيلز اوف وان هو احدى مشروعات شركه بيبول اند بليسز، والرئيس التنفيذي او المدير التنفيذي هو استاذ نبيل عماشه، وهو شخصيه بارزه في مجال التطوير العقاري. قبل انضمامه لبيبول اند بليسز كان موجود في اماكن كتير، ابرزها بالم هيلز ديفلوبمنت وكمان تطوير مصر وكمان لافيستا ديفلوبمنت. الراجل ده اكتسب خبره كبيره جدا وخبره واسعه جدا في مجال التطوير العقاري، وعشان كده بيبول اند بليسز اغتنمت الفرصه ان الراجل ده يبقى معاه عشان يعمل كونسبت جديد للتطوير العمراني في المجتمعات اللي بيبنوها. فكره هيلز اوف وان هو بيعتمد على المساحات المفتوحه. طبعا الشركه قايمه على فكره ان هي مش بتبني مجتمعات بس، هي بتبني كوميونتي وبتبني مجتمعات راقيه جدا، وبتعمل مجتمعات متكامله علشان راحه الزبون اللي هيشتري. يعني بمعنى اصح انك تسكن او تبقى قاعد في منطقه مستدامه او مجتمع مستدام، مش محتاج ان انت تطلع بره او تقدر تجيب حاجه من بره، لا بالعكس، انت تعيش جوه الكومباوند كانك داخل جوه محافظه او مدينه، مش محتاج تطلع بره فقط للضروره القصوى، ولكن اللايف ستايل بتاعك او وجودك جوه الكومباوند هو كانك عايش في مدينه، مش محتاج اي حاجه من بره. موقع هيلز اوف وان ليه هو موقع متميز؟ طبعا هو في نيو زايد، والمشروع جوه مدينه الشيخ زايد، ولكن مدينه الشيخ زايد الجديده في منطقه مميزه جدا في غرب القاهره. على فكره معظم الناس ابتدت ان هي، او معظم المطورين ابتدوا ان هم يروحوا المنطقه دي في نيو زايد عشان هي منطقه واعده جدا. هتلاقي فيها الاسعار اوقات بتبقى غاليه، او كومباوندات غاليه وكومباوندات متوسطه وفي كومباوندات اقتصاديه. الموقع طبعا قريب جدا من مطار سفنكس وعلى طريق الدائري الاوسطي، وده بيديك وصول سريع وسهله الحركه ان انت تتحرك وتروح لاماكن مهمه في منطقه الشيخ زايد او في منطقه الجيزه او كمان المهندسين. المحاور الرئيسيه للمشروع ده هو محور 26 يوليو، وطبعا محاور تانية جنبه، وده بيسهل التنقل للزوار عشان يقدروا يخرجوا ويطلعوا بسهوله عشان يشوفوا مصالحهم لو هم ليهم مصالح بره الكومباوند، بخلاف اللايف ستايل. هيلز اوف وان من بيبول اند بليسز مشروع على مساحه 168 فدان. طبعا دي ارض كبيره جدا، وطبعا مساحه بتخلي الكومباوند منفس مش زحمه ولا متكدس بالسكان. التصميم المعماري هو تصميم ذكي، الارض متموجه يعني معموله على هايتس او معموله على ارتفاعات علشان كل فيو يقدر يشوف مساحه قدامه شاسعه، ويقدر يشوف مساحه او رؤيه ساحره جوه الكومباوند. طبعا الكومباوند مليان لاندسكيب، مليان بحيرات، مليان ميه، والتصميم بيركز على نمط معيشه راقي وسط طبيعه. وزي ما قلت لكم في الاول حلقه ان احنا هنبقى كاننا قطعه من اوروبا، او الناس اللي عايشه بره وعايزه تيجي تعيش في مصر جوه قطعه من اوروبا او ما تحسش باختلاف. المكان ده او بيبول اند بليسز عملت لهم هيلز اوف وان علشان يبقى مكان يناسب احتياجاتهم ومعيشتهم اللي خارج مصر. الحقيقه ان التنفيذ بتاعه كان سنه 2025، وده يعتبر لسه جديد وبدايه جديده في الكومباوند، وان شاء الله التسليمات هتبقى قريبه جدا. المرحله الاولى اسمها بوليفرد هيلز ونورث فيلز، ودي تم التعاقد مع شركتين من المقاولين الكبار، ابرزهم طبعا ارابتك. تكلفه المشروع في المرحله الاولى بس تكلفه مليار جنيه، ودي تكلفه ضخمه جدا، وده نتيجه بتقول لك ان المشروع هيبقى راقي جدا، هيبقى شبه اوروبا، هيبقى معمول حساب كل حاجه جوه الكومباوند او جوه الكوميونتي. فكره بيبول اند بليسز ان
ان هي بتعمل حاجه اسمها كوميونتي ميكنج، او بتخلق كوميونتي جوه مجموعه من الناس علشان يعيشوا كلهم نفس اللايف ستايل، او كلهم يبقوا شبه بعض، ما يبقاش كل تفكير ساكن مختلف عن التاني. وبالتالي هي بتحطهم على تراك معين كلهم يبقوا شبه بعض في كوميونتي راقي جدا، تحس انك جوه منطقه اوروبيه او جوه منطقه امريكيه، وبالتالي الستايل واللايف ستايل وسلوك الناس كلهم شبه بعض وكلنا في نفس المستوى. طبعا الكومباوند هيبقى مليان ضيافه ومليان كمان خدمات وطبيعه، اهم حاجه معايير الجوده ان كل ده هيتعمل على اعلى مستوى. يعني مش معنى ان احنا عاملين الحاجات دي ان حاجه فيهم هتبقى ستايل مش صح او مش ماشيه صح او مش معموله مظبوط، بالعكس دي هتبقى جديده جدا، لان احنا قلنا ان المشروع سنه 2025، فالمشروع جديد جدا وبالتالي بيستخدموا كل المعايير الحديثه للبناء. هيلز اوف وان طبعا بيقدم انواع كتيره من التايبس الوحدات، ابرزها طبعا التاون هاوس والشقق والفيلز، وكمان الفيلز دي موضوعها كبير جدا لان فيها انواع كتير هشرحها لكم بعدين. لو هنتكلم عن الاسعار والمساحات فطبعا دي نقطه مهمه جدا كلكم مستنيينها. اول حاجه نوع الوحده، لو احنا بنتكلم في شقه غرفتين بس ستارت من 128 متر بتبتدي من 9 مليون و600 الف جنيه. كمان الثلاث غرف 178 متر بتبتدي من 13 مليون و400 الف جنيه. لو هنتكلم عن التاون هاوس، وده بيهم ناس كتير جدا ان هو يبقى عايش في مكان فيلا، فخلينا نقول لكم الانواع الجديده والمبتكره اللي ابتكرتها بيبل اند بليسز. هي موجوده بالفعل ولكن هي حطتها جوه المشروع ده. اولا عندنا تاون هاوس، ده الطبيعي، تاون لوفت، عندنا فيلز، عندنا ستاند الون، عندنا اربن فيلا، عندنا ليك فرونت وهيلز وبالم، وعندنا جراند فيلز. طبعا في انواع تانية ممكن تستحدث مستقبلا او لما المشروع ينوه عنها او يعلن عنها. الاسعار طبعا بتتراوح حسب نوع الفيلا وحسب اللوكيشن، ولكن هديلكم في الحلقه دي الملخص السريع لستارت فروم لحد كام. مساحات الفيلا اللي بتتراوح من 144 متر لحد 662 متر، يعني فيلا بتستارت من 144 متر توصل لحد 662 متر، والاسعار من اول 19 مليون لحد 90 مليون. على فكره المشروع ده مقارنه بالاسعار اللي موجوده في كومباوندات تانية للفيلا خصوصا هو سعر كويس جدا، لان في فيلا الموجوده في نفس المحيط بتاع نيو زايد اغلى من كده. التنوع للفيلات هو خلى الناس كلها اللي نفسه يسكن في فيلا يقدر ان هو يروح يختار نوع من انواع التايبس اللي موجوده للفيلات، وانواعها كتيره جدا في بيبل اند بليسز علشان تناسب كل الاختيارات وكل الاذواق. مش بس شقه، كمان تقدر تسكن في فيلا وتوصل ستارت من 19 مليون تقريبا بسعر شقق موجوده في مصر في بعض الكومباوندات. طبعا المساحه القصوى اللي هي عباره عن الستاند الون او وان ستوري ستاند الون، ودي احسن فيلا او افخم فيلا، دي بتبقى عباره عن 1225 متر، ودي السعر بتاعها بيبقى مرتفع وكمان حسب الفيو بتاعها. في انواع تانية للفيلات ودي للناس اللي عايزين تسكن في فيلا فاخره زي ليك فرونت، اسال على الحاجات دي، ليك فرونت او هيلز او بالم او جراند. طبعا هنيجي عند التشطيب وانظمه السداد عشان نختصر لكم المشروع بسرعه. اولا مشروع مصمم بمعايير راقيه وعالميه، طبعا نوافذ كبيره من الارض للسقف، ودي فكره مهمه جدا لبعض الناس اللي عايزه تسكن في بيوت ارتفاعات السقف بتاعها عالي، فطبعا الارتفاعات هتلاقيها عاليه في المشروع ده. اضاءه طبيعيه ممتازه، وبرده المشروع سمارت جدا انك ما تشغلش الانوار جوه الوحده بتاعتك كتير، ولكن تقدر ان انت ما تستخدمش كهرباء كتير، وتقدر ان انت تعتمد على الاضاءه الطبيعيه بسبب التهويه الطبيعيه والاضاءه الطبيعيه اللي جوه الوحده بتاعتك. مساحات الداخليه واسعه جدا، وطبعا التركيز بيكون على الجوده زي ما قلت لكم قبل كده. طريقه الدفع مرنه جدا، بتبتدي من 5% بس دفعه اولى، اقساط ممتده لسنوات. كل حاجه نقدر نعرفها حسب نوع الوحده وحسب الاسعار المعلنه او الوحدات المعلنه او اللي موجوده في الفيس دي يوم ما بيتعلن اللونش بتاع كل مرحله. طيب لو هنيجي ان احنا نختار، طب لو احنا هنقول ان ليه هيلز اوف وان هو مشروع تقدر تختار فيه او تقدر ان انت تشتري فيه. اولا باختصار شديد، لو انت بتحب تعيش وسط الطبيعه او لو عايز ستايل كانك جاي من اوروبا تقدر تسكن في الكومباوند ده. طبعا سواء فيلا او شقه، على فكره كل الوحدات فيها نفس المميزات، مش معنى ان انت ساكن في فيلا فمميزات اعلى من الشقه، بالعكس كل الستايل واحد والافكار واحده والمطور واحد والاسم واحد. وزي ما احنا معودينكم هنتكلم عن نقط الضعف لكل مشروع، علشان لو انت عايز تشتري في مشروع احنا هنقول لك او هننقل لك الحقيقه بنسبه كبيره حتى لو المطور ما قالش على الكلام ده. اولا المساحات، ممكن الناس تشوف ان السعر مقابل المساحه هو سعر كبير على المساحه، وده من ضمن نقاط الضعف. تاني حاجه، في بعض الناس تحب تسكن في مكان كله تايبس واحده او كله شكل واحد، مش بنتكلم عن التصميم ولكن هو يقول لك لا انا عايز كل اللي حواليا يكونوا فيلات بس او كل اللي حواليا يكونوا شقق بس، خصوصا اللي بيسكن في فيلا او انواع مختلفه من الفيلات اللي جوه المشروع. بعض الناس بتحب ان هي جارها يكون ستاند الون زيه او تاون هاوس زيه او توين هاوس زيه او حسب نوع الوحده، فده ممكن يكون من ضمن نقاط الضعف لبعض الناس. عندنا الخصوصيه مقابل الخدمات، بعض الاوقات ممكن نلاقي الخدمات التجاريه محدوده شويه مقابل العدد الكبير من الوحدات اللي موجود جوه، ولكن
ولكن بيعوضها المساحات الخضراء، بيعوضها حاجات تانية، ولكن الخدمات ممكن تكون قليله مقابل العدد اللي موجود. ولكن الكومباوند او الشركه اكيد بتراعي حاجه زي كده، ولكن في الاول في الاخر دي من ضمن نقاط الضعف، ان التنوع الكبير ده ممكن يخلق محدوديه في الفرص او في الخدمات التجاريه. ليه هيلز اوف وان من ضمن المشروعات المهمه؟ اولا الفكره حلوه جدا، الستايل حلو جدا، ارتفاعات السقف ممتازه لبعض الناس، وكمان الناس اللي عايشه في اوروبا وعايزه ترجع تعيش في مصر في منطقه زي اوروبا، فده اختيار موفق. نيو زايد هي منطقه واعده، وبالتالي اسعارها دلوقتي يعني كويسه، ممكن بعد كده تغلى، حتى لو الناس شايفاها غاليه دلوقتي فيما بعد هيشوفوها اغلى بكتير. خلصت حلقتنا من المراجعه العقاريه، ولكن بفكركم ان احنا سايبين لكم ليد فورم في ديسكربشن الفيديو لو انتوا عايزين تتواصلوا معانا على اي مشروع من مشروعات المراجعه العقاريه، او اي مشروع او اي ضيف ظهر معانا في بودكاست عقاري، تقدروا تسيبوا بياناتكم في الليد فورم اللي موجوده في ديسكربشن الفيديو، وحد يتواصل معاكم خلال 24 ساعه عشان تعرفوا اكتر، وكل ده فور فري ومجاني عشان تقدروا تستفسروا في اي وقت. شكرا لكم، كان معاكم يوسف رمزي في المراجعه العقاريه.